أهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وألف خير، وإن شاء الله الوصفة هذه تدخل عليكم وأنتم في صحة جيدة. إن شاء الله تكونوا بخير وأهلكم بخير وليداتكم كيف بخير. الوصفة هذه هي بسيطة أما مفعولها قوي، يعانيوا من فقدان الشهية ومن نحافة المفرطة. ضر واحدة ضعيف برشا. توا هاني جبت عملت مغرفة حلبة، هذه حلبة رطبة، مغرفة حلبة ومغرفة سكر، كيس ماء، خلطتها بالكدا. هذه تقعد على الأقل ساعة، تخلوها منفخة قبل الفطور، ويلزم تشربوها على الريق. وبعد ما تشربوها تقعدوا على الأقل سواعة وتفطروا لكتب من ربي. المهم فطور. هذه تحسسكم وأنكم تحبوا تاكلوا، تحسسكم وأنكم جعتوا، تعمل الشهية يصل. هذه بسيطة أما مفعولها باهي، وهي أصل صحية للبدن وفيها منفعة كبيرة، وتزيد الميزان وتفتح الشهية، وحتى الوجه هكا يولي يتبدل، يولي منور، ميعودش الواحد وجهه شاحب، تعطي ياسر نظرة هكا الوجه بالكدا. ان شاء الله تواظبوا عليها، تعملوا على الاقل اسبوعين في جرة بعضها على الريق، تشربوها على الريق وبعد تفطروا. ان شاء الله تعجبكم وتنفعكم ان شاء الله بالشفاء، وان شاء الله تكونوا بخير والف صحة، ونتلقاو في وصفة اخرى ان شاء الله تكونوا لاباس وكهو. والسلام عليكم، ما تنسوش الاعجاب والاشتراك، وبالله بارطاجوا هذه، راهم برشا عباد ما يعرفوهاش. اعملوا بارطاج خل تمشي الواحد عنده اجر ومنفعة، عنده وجر حتى عند ربي. كي بارطاجي حاجة بيه ياك تستنفع بها العباد راهو عنده وجر. والسلام عليكم.